أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطبخكم مطبخ سبا. اليوم مع بعضنا باش نعملو كتف علوش في الفرن مدلل فاوح طايب سلة في حقه حاجة بنينة وتذوب في الفم ذوبان. اللي حاجته بالوصفة يقعد معي للآخر وما تنساوش تشتركوا في القناة. أول حاجة حشتنا بكتف علوش فريش كمكنجل كيما تحبوا، اللي عندي راهم كنجل. ناخذ السكينة ونعملوا ثقوب هكا صغار عجيهتين يمين ويسار. لهنا كملنا الثقوب متاعنا، حاشتنا افاحات سنينات ثوم شوية كليل فلفل أكحل ملح وكهو. نحيو سنينات الثوم على جنب، ناخذوا الفحات متاعنا نخلطوهم كلهم مع بعضهم ونصبوا عليهم شوية هكا زيت باش يتمازج الخليط متاعنا الكل مع بعضه. لهنا الكميات قد ما تحبوا انتم، المهم ما يجيكمش مالح برشا واللفاحات تبنن. بعد ناخذوا اللفاحات متاعنا هذوكم الكل ونمدوهم على فتل اللحم متاعنا وندهنوها بالكدا من الجهات الكليكا، نفوحوها بالكدا نشخشخوها بالكدا باللفاحات لهنا. ونخليوها هكا شويه وقت باش تتشرب اللفاحات متاعها. وبعد نمدو كسنينة الثوم فك الثقوب اللي حليناهم من الاول، كل واحدة فيهم نحطوا فيها سنينة ثوم. لهنا عندي ما يقارب 9 إلى 10 سنينة ثوم وأكا وشوفوا المنظر العزيز الغالي. وبعد ناخذوا كيبه قارص ونعصروها زي كيف عجيهتين نعصروها. لهنا تنجموا تحطوا شويه رونش قارص مع اللحم الطيب، اما من المستحسن ليه القارص تحطوه بعد. اللي يحب يزيد يعمل عسل قارص يعمل عسل قارص. وبعد ناخذوا بابي الومنيوم ونغلفوا الكتف نتاعنا بالكدا. لهنا قد ما تغلفوه على قد ما بعد كي بشيتي هاك العصاره نتاعو هذيك تقعد الداخل في وسط البابي الومنيوم وتعاونوا باش يطيب اكثر واكثر وبعد تجي ابن معناتها. لهنا في الاثناء حطيت الفرن نتاعي يسخن على اقصى درجه، فيما يخصني 230 درجه ومعاهم المروحه وفوق لوطه كيف انتوما. لهنا بعد ساعتين ونص 3 سوايع غير ربع هكاك تقريبا طاب اللحم متاعي. وكما تشوفوا مقبلات حطيت معاه هريسه مشويه، هريسه حمراء العاديه متاعنا، شويه زيت زيتونه وشويه زيتون وخبز وجزوز، وما شاء الله خير وبركه. والكتف ما نحكي لكمش على الريحه اللي تفيح في الدار وكيفاش طيب زبده. وبالحق بنين قد ما نقول لكم بنين وشويه. ان شاء الله جربوا هالوصفه، تكتبوا لي ملوا رايكم في خانه التعليقات ونودكم وما نشهيكم، وان شاء الله تاكلوا من ثمار الجنه وفي وصفه اخرى ودبره اخرى، وانتم تكونوا بالف صحه وخير وعافيه. وباي باي.